أهلا بكم من جديد في فقرة حوار اليوم. نستضيف في هذه الحلقة السيدة ليلى جبارين التي ولدت لعائلة يهودية في معسكر للإبادة النازية في بولندا، ونجت مع عائلتها من متاعب المحرقة النازية، ثم هاجرت ليلى إلى إسرائيل عام 1948. اعتنقت الإسلام وتزوجت من أحد سكان مدينة أم الفحم العربية. مرحبا بك سيدة ليلى. في البداية أريد أن أسمع منك قصة مخيم الإبادة. في أي جيل كنت في هذا المخيم ومتى تركت وماذا جرى لعائلتك؟ أنا ولدت هناك بعد شو صار حرب العالمي بالشهر. ولما أمي جابتني بكو يعني النازيين يعني اللي بخلف او ولد صغير او اشي يفلخوا زي الدجاجة، يعني ما يخلوش عايش. دكتور شفك لأمي واخدها عنده وقال بحطكم لانه بدهم يعرفوا بدا يقتلوني ويقتلوكم. عشنا بالمرتيف يعني بالمخزن، يعني طولة 3 سنين وأنا وأمي وأبوي بهذا المخزن. وماذا أخوتي لحالهم بكوا. بعد سنة التقت أمي مع أخوتي. عشنا هناك. أمي بقى تخدم دكتور ومرته، وجبنا نتفتاكل من هناك وتطعمنا يعني مشان نقدر نعيش. وعائلتك نجوا من المخيم؟ نجوا بس أمي وأبو أمي لا، هناك انحرقوا بالمحرقة على يد النازي. أنت قلت بأنك كنت 3 سنين داخل المخيم. 3 سنين لما طلعنا من المخيم. ماذا تذكرين أهم الصور من المخيم؟ بذكر لما طلعنا صورة أصل أمي السوالات، البيجامات معلقات على الجدار، أصل أمي أكل شو هذا، جمجمة بني آدم أصل يوم الشهاد، حش بنسمع حذاء الناس، جثث. هل هذه الصور ما زالت؟ هذول الصور طول الوقت براسي، طول الوقت بكلبن براسي، بروحنش مني. صح أنا بكت صغيرة شفت الاشي ومش كل الكده، أما طول الوقت يعني براسي. في هذا اليوم هو ذكرى إحياء المحرقة النازية، ما هو شعورك في هذا اليوم؟ ماذا تشعرين؟ أنت الشعور يعني شعوري مش يعني مثلنا، شعوري صعب كتير لما أشوف أتذكر الأيام اللي بكوا يحركوا بي، اللي يجيبوا المحرقة على التلفزيون، وأشوف جثث وأشوف إشي بتصير أتخيل من أول وجديد شو صار بينا. يعني أنا بالنسبة لإلي إيدي استقلال بكل إشي. ليش؟ لأنه أصلي من برا، ما جيت هنا وقلت هاي بلدي جيت طبيت بيها. أنا هاي يوم الشوا بحرق قلبي أكثر. وكيف وصلتي على إسرائيل؟ بعد طلعنا من بعد تحررت ألمانيا، رحنا قعدنا في يوغوسلافيا السنة عند خالتي وأخت أمي، وبعد السنة صاروا يقولوا في دولة إسرائيل، هاي دولة إسرائيلية لليهود. أول يعني بخير السفينة اللي أجت من هناك هي السفينة اللي جينا بيها. نعم. وأنت اليوم باسم ليلى جبارين، لكن كان لك اسم آخر. ما هو الاسم الآخر؟ تذكرين هذا الاسم؟ يلكا برشاتسكي. وغيرت الاسم حين قدومك إلى إسرائيل؟ لما جيت إسرائيل صاروا يقولوا لي ليا هيلين. شايف؟ ليا وهيلين. هسا أنا لما هنا جيت من الفحم شفت يعني نقول ليلى
وهيلين أهون. أنت كنت يلكا كما قلتين، بعد ذلك نعم. هيلا اليوم ليلى تلبسين الحجاب بشكل واضح، اعتنقت الإسلام. كيف وصلت إلى اعتناق الإسلام؟ أنا لما جوزت ويعني من الفحم السحبة كنت صغيرة سنة 48 سنة 60. أنا جوزت سنة 60. بكاش الناس الكد وهذا كلهم بكان يلبسين ويسوين. شفت حالي غير لما خلفت أنا جبت 6 أولاد وبنات. يعني أنا أطلع غير أنيميات الأولاد باكين، يعني تيقولوا للأولاد طلعوا أمكم غير. لا، حبيت ألبس زيهن. واعتنقت الإسلام لما تزوجتي؟ بلى بسنة 73 خلفت ولد، بس 67 خلفت بنت. هسه قالوا لي هاي البنت مسجلة للجيش، لأنه البنت تابعة أمها. صحيح. طبعا كادت أنا وجوزي قلت له طلع كبرت البنت، أنا بشرى البنت تروح للجيش بصيروا الناس يقولوا لحكة قوالة. صحيح. أنت بالنسبة للدولة تعتبرين يهودية أم مسلمة؟ لا، مسلمة. مسلم بشكل كامل. هناك أيضا أمر آخر في إسرائيل بأن الناجين من النازية يتلقون تعويضات من الحكومة الإسرائيلية. هل أنت كمسلمة تتلقين؟ أنا بأخذ هذا من جديد، صرت أخذ يعني لأنه بكيتش أخذ بكيت شهر. لماذا من جديد؟ أنا بروح على بيت مسنين، هناك أجا بني آدم طبعا يهودي مشان يصل كيف معاملتهم مع المسنين. قال لي المدير تاع المسنين قال لي يا خالتي مراجع ما حدا بيحكي عبراني مليح مثلك، هو بده يسألك وانت تجاوبي. قلت له طيب. لما فوتت أصلني على اسمي، أصلني على اسم أمي، أصلني على اسم أبوي، ما صدقش. صار يقول لي على أنت بتعملي مني مضحكة، يعني تقولي لي أبوي اسمه ليا وأمي اسمها يولنكا؟ لا. قلت له لا، أنا بعملش ولا بجتب، تفضل هاي هويتي. لصدق؟ تصدق. اتصل بواحد اسم تامي ميروز من القدس. عائلتك هل ما زال أفراد من عائلتك يعيشون في إسرائيل؟ هسه دايلي أختي، أبوي مات وأمي ماتت وأخوتي 3 ماتوا. هسه ضليت أنا وأختي. أختك يهودية تعيش في المجتمع الإسرائيلي؟ عايشة في نتانيا. وهل لكم علاقة؟ بلى. تحكوا مع بعض يعني؟ بلى، يوم بحكي مع مرة ومرتين بالتلفون إذا ما بقدرش أروح عندها. هي تتكلم العربية من العبرية؟ لا، عبري. بدي كما سؤال أخير مرة، اليوم شعور بالنسبة حين ترين كما قلتي على شاشات التلفاز الصور مؤسسة يد فشيم، هل دعتك مؤسسة يد فشيم للقدوم إلى المؤسسة؟ والله إلي بحكي كتير هذا. لما بروح بحس إني وقت الحرب كام والعمليات، لما بشوف الأسامي والصور وكله واسم سيدي واسم ستي وكله هناك موجود. ولماذا هل ذهبتي هذا العام؟ لا، هذا العام لا، لأنه جوزي مريض. نعم. السيدة ليلى جبارين، إحدى الناجين من المحرقة النازية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، نأتي إلى ختام نشرة أخبار اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.